أحلى كمان من بتاعة الحلواني. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي أميرة، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو شايفين إن المحتوى بتاعي هادف وممكن يفيدكوا ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك الحلو منكم، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو، بس نتابع الفيديو للآخر. هنعملها بقى مع بعض النهاردة بأبسط الطريقة، وكمان هنعمل مع بعض هنشوف البدائل اللي ممكن تنفع مع الوصفة بتاعتنا واحنا شغالين، ونبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة هنحضرها معانا بقى على النار بتاعتنا على البوتاجاز، يعني بنجيب طاسة كده وننزل فيها بكوباية من السكر البودرة زي ما انتوا شايفين، أو سكر حبيبات عادي، أي حاجة تنفع. وكمان ننزل بربع كوباية من المية معاها. دي أول حاجة هنجهزها معانا، علشان الحاجة دي اللي احنا هننزل بيها على السميد بتاعنا، وهي كمان اللي هتفرق في اللون معانا. وطبعا علشان السكر ما يسكرش مننا، علشان نتأكد ان مفيش سكر على الجناب ولا حاجة، بنبل الفرشة مية كده ونمسح الجناب بتاعتنا. أول السكر بتاعنا ما يبتدي يغلي، طبعا المية دي هتتبخر وهيتبقى السكر بس، لحد بقى ما السكر يبتدي ياخد لون ذهبي كده، نقلب فيه ونهدي النار خالص علشان ياخد اللون الجميل بتاعنا. نقلب بقى بالراحة كده علشان اللون بتاعنا ابتدى يغير، يعني السكر بتاعنا ابتدى يغير اهو. ما تخافوش من التقليب، مش هيجرى اي حاجة، نستمر في التقليب علشان اللون يبقى موحد، والمية بتاعتنا اللي احنا ضفناها دي تتبخر. تمام، اللون بتاعنا الذهبي الجميل اهو جاهز. عايزين تسيبوه زي ما هو كده ماشي، عايزين تغمقوه عن كده برضو يمشي طبعا. نقلب برضو علشان اللون ما يتحرقش مننا ولا حاجة. ما شاء الله هو ده اللون المطلوب. ننزل بقى بمعلقتين كبار من الزبدة او السمنة او ميكس بين الاتنين مع بعض. اول ما يبتدوا يدخلوا مع بعض كده نقلبهم مع بعض. ننزل كمان بكوباية من الزبادي، علبة الزبادي الصغيرة دي. لو مش موجود ممكن لبن قاطع، لو مش موجود خالص ممكن تضيف بداله مية. تمام، وبعد كده نقلبهم مع بعض، وننزل كمان بكوباية الا ربع من المية. ولو عندكم بقى معلقتين قشطة وش اللبن يعني يا سلام، ممكن نضيفهم كمان على الخليط اللي احنا عملنا ده. طبعا السكر بتاعنا هيقفش مننا، ما تخافوش، ما جرالوش اي حاجة. كل ما تقلبوه السخونية بتاعته يعني هتفك السكر بتاعنا اللي احنا عاملينه ده. تمام، بس الخليط كده اصبح جاهز معانا، نسيبه على جنب. نجيب بقى البولة بتاعتنا ونحضر بقى المكونات الجافة. اول حاجة ننزل بكوبايتين من السميد العادي بتاع البسبوسة. وبعد كده معانا ربع كوباية من جوز الهند. مش موجود جوز الهند ممكن تضيفي ربع كوباية من الدقيق العادي، او ربع كوباية سميد كمان براحتكم. تمام، وننزل كمان بمعلقة صغيرة من البودر قصدي، البودر البيكنج باودر يعني. ونقلب كده الخليط بقى جاهز معانا الجاف. عايزين بقى كده الخليط بتاعنا سيبناه يهدى شوية 3 دقايق يا دوب، على ما عملنا السميد بتاعنا المواد الجافة هو يكون برد معانا. ننزل بقى بيه كده بالراحة. احنا مش عايزين تقليب فيه كتير، احنا مش عايزين الجلوتين المادة يعني اللي في السميد تشتغل، علشان ما تنشفش مننا البسبوسة بتاعتنا. تمام، نقلب زي ما انتوا شايفين بالراحة كده. احنا مش بنعجن ولا بنقلب كتير، احنا بس عايزين الخليط يشرب من بعضه بدون تقليب. قلت لكم مش عايزين المادة الجلوتين اللي فيه تشتغل، بس حاجة بسيطة كده، ولا عجن ولا تقليب كتير. عايزين بس نخلطهم في بعض، مش اكتر من كده. في الوقت ده بقى بنكونوا مدهنين الصينية بتاعتنا سمنة. ضروري جدا ندهنها كويس، لان البسبوسة بتاعتنا بتحب السمنة الكتير او المادة الدهنية الكتير. تمام، لازم حتة سمنة حلوة كده او زبدة. لو مفيش سمنة ولا زبدة متوفرة ممكن تحطوا زيت، بس ده بيكون افضل يعني. ما تستغربوش ان كمية السمنة كانت كبيرة، لان ده هو البسبوسة بتاعتنا بتحب المادة الدهنية او السمنة الكتير. ننزل بقى بالخليط بتاعنا، نحاول بقى كده نسويه بالصينية بتاعتنا.
نخبطها خبطتين 2 بس كده. اول ما تدخل الفرن هي هتتساوى لوحدها. نعمل بقى الشربات بتاعنا الجميل ده. ننزل بقى بكوباية ونص من السكر، وكوباية ونص من المية، وعصرة ليمونة، عصرة نص ليمونة كده، ونقلبهم مع بعض. برضو ما تخافوش، انا بنقلبهم على البارد قبل ما اشغل البوتاجاز خالص، ما تخافوش من اي حاجة. اول ما يبتدي يغلي كده نسيبه بقى 5 دقايق يغلي على النار، مش اكتر من كده، عشان البسبوسة بتاعتنا بتكون لسه طالعة من البوتاجاز، والشربات بتاعنا سخن، يعني الاتنين لازم يكونوا سخنين مع بعض. ننزل بقى بالشربات، هتشرب كمية الشربات كلها ما شاء الله. وكمان اللون بتاعي خد شوية، الحمد لله اللي انا لحقتها في الاخر. تمام، انتوا بقى بتابعوها لان انا نسيتها في الاخر كده. تمام، نغطي بقى عليها كويس جدا، ما تخافوش من كمية الشربات، ده يا دوب بالظبط، مفيش اي حاجة فضلت منه. وبصراحة عيالي كانوا مستعجلين عليها جدا، كانوا واقفين جنبي عايزين منها. كنت هسيبها لتاني يوم بس طبعا معرفتش علشانهم. انتوا بقى عايزين تضيفوا اي مكسرات على الوش براحتكم، انا عملتها لكم ساده خالص بدون اي مكسرات ولا اي حاجه خالص، الا غير ربع كوبايه جوز الهند اللي في الخليط، ولو عايزين تستغنوا عنه براحتكم. هي كانت لسه سخنه اهي زي ما انتوا شايفينها، بس كانت جميله، شربت الشربات كله وكانت دايبه ومرمله. لازم تجربوها بنفس الطريقه دي. بصوا لسه بتطلع دخان، علشان هي لسه كانت سخنة، يدوب هدت 5 دقايق مش اكتر، وبعد كده فتحت عليها. ما شاء الله جميلة. انا كنت عاملاها بالليل واكلناها برضو بالليل. اتمنى تجربوها بنفس الطريقة. معلش يا حبيب قلبي انا مطولة عليكم الفيديو، بس علشان تعرفوا كل تكات وكل حركات البسبوسة بتاعتنا الجميلة دي، علشان هي تستاهل. لو وصلتوا بقى لحد هنا في الفيديو، الامراض بتوعي